كتشوف الاغنيه الامازيغيه في حدا على التفكير في الاغنيه المغربيه، كنشوفوا باكيج. انا بنفسي كنحمل العرقين، فهاجسي ملي كنقول الاغنيه المغربيه كنقول الاغنيه المغربيه بشقيها بعرقيها، لان هذا هاجس عندي انا. بالنسبه لللفظ انا كنعتذر الى النيه فيه ما كانش سوء، فالتمس حسن النيه. يعني ما يمكنش نستعمل لفظ قطحي في عرقي، يعني هذه نوري. ووجب الاعتذار اذا كان ضايقت شي حد، فانا يعني وجب الاعتذار. طبعا الثقافه الامازيغيه او الثقافه المغربيه انا بالنسبه لي هاجس واحد وخليط، فغنحاول ندير المجهود ديالي. وعدت كذا مره غنيت اغنيه ايونو اللي استعملت فيها كلمه ايونو، وكنظن ومعتقده اكيد ماشي كنظن انه غير كافي، لان تراثنا وموسيقتنا وثقافتنا وعرقنا وهويتنا اكبر بكثير مما نقدم، ولكن تعرف ظروف الاغنيه المغربيه. فهادشي علاش كنقول عطيونا شويه ديال الوقت نحن كفنانين، كنحاولوا نخلقوا يعني ما عرفتش واش نقول هذه الكلمه ولا لا، يعني من العدم 20 سنه ديال عدم العطاء، يعني فنانين موهوبين ولكن ما كاينش انتاج حتى حاجه اللي كتساعدهم. 20 سنه ديال الركود، يمكن شويه كانت الموسيقى في الشق الامازيغي كانت كتحرك، ولكن لا كتوصل بالشكل الصح، ولا الانتاج ديالك يكون مكلف عليه بشكل صح. دابا حنا كنحاولوا، ومنين تنطيح في كلمات زوينين ان شاء الله كنحاول نفكر في اون ريبريز، ولكن ما كرهتش ندير كلام غيكون صعيب عليا شويه انا نغني بالامازيغيه ديال الجنوب، لان اللي ولفت الجرس ديالها بزاف وملي كانت كتغني عليا بزاف هي ديال موينه كلاس. فإلا لقيت اللي يحفظني بالشكل الصح، لان ما نبغيش نطق بشكل غلط باش ولازم الناس تلتمس حسن النيه في اي اداء غنقدمه في الامازيغيه. يشرفني متابعاتي بحالي بحال سائر المغاربه. فرحت البارح انا درت لي ريبيت في المعهد الموسيقي، وشفت اسم عموري مبارك الله يرحمه، يعني تكريم يعني فرحت به. كنتمنى ان شاء الله يكون يجمعني فيتشرينغ، وهذه دعوه يعني اللي عنده عمل يعني نقدر نزيدوا به ونقدموا حاجه زوينه للناس، يعني من باب الترفيه ولا من باب رساله معينه مفيده. فانا على يعني بصدر رحب يشرفني، وهذا من هواجس ديالي الاولى هي ثقافتنا المغربيه بعرقها. بالنسبه للغه الامازيغيه اكيد مازال ما خداتش الحق ديالها الصح، لانها كتكلم على مكون اساسي في المغرب وفي المنطقه هذه كلها اللي كنتكلموا عليها، فمازال الاشتغال على اشياء كثيره، وهذا لازم يكون من ابناء المنطقه ومن المغاربه كلهم. اقتراحات من مثلا على مستوى اللغه، اساتذه في اللغه يقدموا اكاديميين يقدموا حلول اكاديميه باش الناس تفهم اكثر وتتعرف على لغتها. يعني هذا مثلا انا كنعرف ان جدي الوالد ديال الام ديالي مازال كيتكلم غير بالشلحم، غير شوف النيه غنفرحها بيا معاك. جدي تيتكلم بالامازيغيه، وكنحاولوا نكونوا جالسين معاه كنقرض البال، يقول لنا سي غسيل سي سي، كنقرض معاه البال الماكسيموم باش ما نحسوش هاد الغربه اللي باقا عندنا ديال لغتنا هي مكون مهم. خص اكاديميين يحاولوا يديروا فيها حلول، وحتى الفنان المغربي عنده دور مهم. يعني ملي يكون الالبوم ديالي انا كفيه واحد الجانب من التقصير، انا ما كانش فيه اغنيه امازيغيه للاسف، ما لقيتش وقت، مع انني وعدت. وواحد من الاشياء اللي انا باغا نديرها، يعني كنتمنى نطيح في نص زوين اللي نقدمه بشكل صح ويضيف ويساعد على هذه المساله هذه. جدي كيلقي لنا الشعر بالامازيغيه، وملي كترجم ليا الوالده ديالي بالعربيه كنلقى واحد الجمال غير طبيعي. وهذه انتم اكيد كتعرفوا هذه المساله هذه. كاين تشابه كثير في التغني بالطبيعه والجمال، يعني كاين مناطق مثلا كتكلم على الشعر في الخليج كتلقى الصحراء، كتلقى يعني طبيعه البداوه اللي كاينه بالمعنى الجميل باش القدحي تستبقوا حسن النيه اللي كنقول. يعني كاين البداوه الصحراء، هذاك المنظر اللي كيقول فيه غلب عليه الكرم والجود، التمر، الجمال. اللي كتكلم على الامازيغيه اللي كيلقي لي جدي انا كنشوف فيها الويدان، كنشوف فيها الجبل، كنشوف فيها الخروف، كنشوف فيها الورد، كنشوف فيها عزوف النيل، كنشوف فيها بزاف د الحوايج اللي كتعجبني وكنفهمها. عندي دور وعند جميع الفنانين المغاربه دور مهم، والاكاديميين يمكن اكثر.
باش نقدموا اللغه الامازيغيه في الشكل الصح وتعطيها حقها. اكيد كاين بوادر زوينه انك تمشى في الاوتوغوت او تدخل محلات وتلقى الكتابه، ولكن ليس كافي، كاين بزاف د الحوايج خصك دار.